هيعمل ايه السيسي بطيارات الرافال؟ في الغالب هتبقى تكاتك، محور رافال هتبقى ايه؟ وكمان جايب لي غواصه، لمين الغواصه دي وبنحارب بيها مين؟ رافال غواصات حاملات طائرات مليارات. يغمى المواطن اللي قاعد على القهوه دلوقتي اللي طالع 30 عينه خد ايه من الاسلحه دي؟ طافح الكوته وبتبيع شاي وقاعد على كشك سجاير. بس السيسي بيجيب سلاح. يا شعب مصر السيسي ضيع فلوس مصر، مش محتاج السلاح. عبد الفتاح السيسي راح رسم الحدود البحريه، ترسيم الحدود البحريه مع قبرص واليونان. تركيا مش قابله بالموضوع ده. اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان وقبرص. تركيا طبعا لم تعترف بهذه الاتفاقيه بينهم. في الحدود المائيه تم اكتشاف غاز. الحقل اللي بتاع مصر اسمه ايه؟ حقل زهر يا معلم. زهر. فتركيا هتستفيد منه غصب عن اي حد. ابار الغاز المصرية شيء وشويات. ثروه الغاز الطبيعي مبالغ رهيبة. طلع اردوغان قال اي حد هينقب في المنطقه دي عن غاز احنا هنشيله من على الارض. لن تسمح تركيا بأي استكشافات في غاز البحر المتوسط. حفل الزهر الله يرحمه. تركيا مرقده لك طبيعي. تركيا تحرك. تحريك قطع عسكرية حربية باتجاه حقول الغاز في البحر المتوسط. سفن حربية، كل السفن بتتحرك. واجهات مصريه تركيه، حرب حتمية بين تركيا ومصر. شرق البحر المتوسط. تركيا رقم 9 من اقوى 9 جيوش في العالم. جيش السيسي هذا يستطيع ان يقاتل؟ انت لو دخلت معركه هتنتصر، هتجري. هل هو هيجي يقدر بقى يقدر على جيش منظم او جيش دولة كبيرة مثل تركيا؟ ترجع تقول لي يعني انت يا زويل هتقف مع تركيا؟ انت ورا الجيش المصري ليه؟ ما ده السؤال. لما تطلع السيسي. احنا حقيقه مع الموقف التركي، مش عايزه كلام. على بركة الله يا عم اردوغان، والله ناصرنا باذن الله ان شاء الله. ولا حد ابدا بفضل الله هيقدر علينا. اشترى عبد الفتاح السيسي 24 طياره جديد. اشتروا رافال بالمليارات. طب المستراد المسترال عارف حماله الطائرات؟ حاملتين طائرات مروحيه، 10 مروحيات اباتشي، 46 مروحيه هجوميه من روسيا، 24 هليكوبتر نقل عسكري، 1000 سفينه دوريه ساحليه اللي هم اللانش يعني دول، 2 زورق بحري امبسادور، 4 قطع بحريه من طراز وين، 2 فرقاطه. فرقات الطرين. مصر بتتسلم تاني غواصه حديثه من المانيا وتدشن الثالثه. اشترى عبد الفتاح السيسي قمر صناعي للاتصالات العسكريه. انا بقول لكل المصريين اللي سامعيني مفيش اي تهديد خارجي تخافوا منه. احنا نموت ولا ان حد يقرب من ارضنا.